السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندكم اليوم تطبيق اسمه زائرون. التطبيق هذا من خلاله بإمكانكم الحجز في اعتكاف عام 1444. خلينا ناخذ جولة كذا سريعة على هذا التطبيق. التطبيق طبعا في عدة خيارات حلوة، في معلومات جميلة، مثلا رحلتي إلى الزيارة، من الوصول حتى الحصول على مواقف السيارات، ثم الوضوء، ثم الدخول إلى الحرام، ثم السلام والصلاة في الروضة الشريفة، ثم قراءة القرآن وشرب زمزم، ثم مغادرة المسجد النبوي الشريف. آه، كمان التطبيق هذا في له مواعيد الصلوات وبث مباشر للصلوات. في له برضو معلومات جدا مناسبة ومفيدة لمعلومات عن معالم المسجد النبوي الشريف والمناطق المجاورة والأماكن التاريخية، بالصورة والمعلومات الموثقة. نستعرض لكم كذا على السريع هذا التطبيق: آداب الزيارة. ندخل مثلا على آداب زيارة الروضة الشريفة. إيش الأشياء الممنوعة، إيش الأشياء المسموحة. برضو حيكون في عندنا شيء يخص الترجمة أو المتحدث الذكي أو الشات الذكي، زي تقنية الشات جي بي تي، اللي هو الرد الآلي أو الذكاء الاصطناعي. طبعا آداب الزيارة هنا قدامكم طالعة. في عندكم الذكاء المساعد الذكي، حنتحدث عنه بعدين. هنا عندكم عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف، يجيب لكم تفاصيل أجزاء التوسعة في العهود السابقة حتى عهد الدولة السعودية. هنا عندكم المرصد الحضري، يجيب لكم معلومات عن الأروقة، كم عدد الأبواب، كم عدد القباب، كم عدد الميكروفونات، كم عدد السلالم الكهربائية، كم عدد المواضي، كم عدد دورات المياه وانتم بكرامة، كم الأبواب، كم الحلقات، كم السلالم الكهربائية. كل التفاصيل هذه حتلاقوها موجودة في خانة المرصد الحضري. برضو عندكم شوفوا هنا الخيار هذا بيعطيكم خريطة للحرم النبوي الشريف بالكامل. إيش الأماكن اللي فيها مرافق إسعافات، مرافق صحية، مرافق دورات مياه، وضوء. كل الأشياء دي حتكون موجودة قدامكم بالتفصيل. أثناء الصلوات بإمكانكم الدخول على بث الصلوات المباشر ويطلع لكم هي. هنا برضو تقدر تدخلوا وتشوفوا جزء جزء في الحرم، نسبة الزحام اللي فيه، زحمة كبيرة، زحمة خفيفة، زحمة بسيطة. كلها حتشوفوا قدامكم مقسمة على حسب أجزاء الرجال والنساء اللي إيش طالع في الخارطة، كما تعرفوا أنتم خاصة أهل المدينة. ندخل على هنا الخيار المهم اللي هو خيار خدمة الاعتكاف. إلى الآن ما فعل، حيتفعل إن شاء الله يوم 13 اللي هو بكرة. حيتفعل إن شاء الله يوم 13 رمضان 1444. أوقات الصلوات في الحرم المدني الشريف موجود قدامكم. وهذه الواجهة الرئيسية للصفحة. استخدام الرسائل، بإمكانكم الاتصال بشكل مباشر أو الحصول على أي معلومة من خلال المساعد الذكي. مثلا دحين أسأل عن الصلاة بالروضة الشريفة، أول ما أختار الخيار تلقائيا يجاوبني بتقنية الذكاء الاصطناعي أو الأجوبة المدخلة مسبقا. إيش أوقات الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة للرجال؟ جاب لي هي من الأحد إلى الأربعاء ومن الأحد الخميس، كذا 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 كذا. لو اخترنا مثلا فين موقع سقيا زمزم، كيف أعبي زمزم، برضو حيجيب المعلومات على طول على حسب المتاح والمسجل مسبقا في خانة الدردشة. فحملوا التطبيق الآن قبل الزحمة، عشان بكرة احتمال المتجر حيكون معلق أو التطبيق ما يشتغل معاكم. عشان تلحقوا الآن تحملوا التطبيق وتعملوا تسجيل حساب جديد أو تسجيل دخول إذا عندكم الحساب، لأنه طبعا التطبيق أحيانا يعلق في الفترة الأخيرة لما يكون في ضغط. ولا تنسوا تتابعوني في الجزء الثاني من المقطع الخاص بالتسجيل في الاعتكاف في المسجد النبوي الشريف. طبعا حتكون في وجبات السحور والفطور كلها متوفرة في ساحات وسطح المسجد النبوي الشريف. ولا تنسوني في الجزء الثاني. شكرا لكم على المشاهدة.